بكم في برنامج كابتن بيبو ومشاركتك في احداثك الكرويه. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه، ويا ريت نوصل الفيديو ده ل 500 لايك تقديرا للمجهودات اللي بنعملها عشان نقدم لكم احدث الاخبار. ويا ريت نكمل الفيديو للاخر علشان في خبر مهم جدا 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 للاهلاويه. بس في البدايه اولا نحب نهني كابتن احمد الجندي لحصوله على الميداليه الذهبيه في لعبه الخماسي الحديث، وكابتن ساره سمير في لعبه رفع الاثقال. وبكده تكون مصر حصلت على 3 ميداليات، الذهبيه والبرونزيه والفضيه، عن طريق كابتن احمد الجندي وكابتن ساره سمير وكابتن محمد السيد. اللي ما يعرفش لعبة الخماسي الحديث فهي عبارة عن 5 ألعاب، الرماية والسباحة والجري والفروسية وسلاح المبارزة، واللي بطلنا أحمد الجندي حصل فيها على الميدالية الذهبية امبارح، وهو يعتبر أول بطل إفريقي وعربي يحصل على الميدالية الذهبية في هذه اللعبة خارج قارة أوروبا. عشان كده بنوجه مليون تحية لبطلنا أحمد الجندي. أما بقى بالنسبة للبطلة كابتن سارة سمير اللي كانت بتلعب في وزن 81 امبارح، قدرت تحصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال بعد ما قدرت ترفع 286 كيلو. قبل بقى ما نخش على اخبار نادي الزمالك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وكومنت جميل تشجعوني فيه عشان حرفيا اللي جاي دمار. مستر جوزيه جوميز قرر ياخد اجازته ويسافر لبلده يوم 19/8، لكن بقى هيرجع تاني للزمالك ولا لا؟ وهيشكيهم في الفيفا ولا لا؟ ليه بقى انا بقول كده؟ لان مستر جوزيه جوميز ما خدش 3 شهور راتب من نادي الزمالك، بالاضافه الى 3 شهور مكافاه من بطوله كاس الكونفدراليه. فهل بقى مستر جوزيه جوميز هيعملها وهيشكي الزمالك؟ هو الزمالك ناقص يا جدعان؟ ومن ناحيه تانية قرر كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن طريق المتحدث الرسمي لنادي الزمالك احمد سالم تقديم شكوى ضد الاستاذ المذيع مهيب عبد الهادي لاتهام بعض اعضاء نادي الزمالك بانهم خدوا سمسره في اتخاذ صفقه متيابه. ومن ناحيه تانية يا ريت ندعي الكابتن احمد ابو الفتوح ان يعدي الازمه اللي هو فيها دي على خير، لان امبارح عمل حادثه هو وكابتن محمد صبحي، بس محمد صبحي الحمد لله خرج، لكن كابتن احمد ابو الفتوح لسه هيتعرض على النيابه. وللاسف كان ضحيه هذه الحادثه كان امين الشرطه عن طريق قتل خطا، وربنا يرحمه ويغفر له. اما بقى بالنسبه للخبر اللي انا قلت لكم عليه في بدايه الفيديو، فاحب افرحكم يا اهلاويه بالاخبار الجديده دايما، بس يا ريت انتوا كمان تفرحوني وتوصلوا الفيديو ده ل 500 لايك. ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا حالا حالا. احب ابشر جميع جماهير الاهلي ان محمد علي بن رمضان خلال 72 ساعه هيكون في مصر وبيوقع لنادي الاهلي ان شاء الله. وبالنسبه لكابتن محمود كهربا اللي الناس بتقطع فيه وبتقول ان في خلافات ما بينه وما بين نادي الاهلي، فهو الحمد لله موجود النهارده في القايمه، وان شاء الله يهز شباك نادي زد، ومبروك مقدما. واللي هيدير ماتش النهارده كابتن سامي قمصان، لان مستر مارسيل كولر مسافر، وكابتن سامي قمصان ضم النهارده في القايمه 14 ناشئ، وبالتوفيق ليهم جميعا ان شاء الله. وبالنسبه للناس اللي بتسال على صفقه عمر الساعي لاعب نادي الاسماعيلي، احب اقول لكم ان كابتن محمود الخطيب وقف على 25 مليون جنيه واعاره 2 من اللعيبه وبيع كريم ندفد للاسماعيلي. وقال كابتن محمود الخطيب انا مش هخش مزايده مع حد في صفقه اللاعب ده، وبالاخص نادي بيراميدز. وبالنسبه لبيرسي تاو ابدى رغبته في الرحيل من النادي الاهلي، وغالبا هيروح نيوم السعودي، لكن بقى هيبقى اعاره ولا استغناء ولا بيع، ده اللي هنعرفه واللي هنشوفه في الايام اللي جايه. وبكده حلقتنا تكون خلصت، بس اخبارنا لسه ما خلصتش، ولو لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب انزل اعمل دلوقتي حالا 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 حالا. وكان معكم كابتن بيبو لمشاركتك في احداثك الكرويه. سلام.